تتويج المغرب ضد الأرجنتين بكأس العالم لأقل من 20 سنة. المنتخب المغربي الوحيد الذي يمتلك كأس العالم بين المنتخبات العربية منها الجزائر لا تمتلك شيء، وهذا ما يزعجني صراحة. تتويج المنتخب المغربي أقل من 20 سنة بكأس العالم بعملاق إفريقيا، لقبين في ظرف 100 يوم. ألف مبروك المنتخب المغربي أقل من 20 سنة، هذا الإنجاز التاريخي. المنتخب المغربي مفاجأة كبرى لحد الآن بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. الجميع أشاد بطريقة لعب المنتخب المغربي ليوضع تقريبا بلوك ميديوم ودافع به ودفع المنتخب الأرجنتيني أنه يلعب كرة طويلة. المنتخب المغربي هو بطل العرب بكل جدارة واستحقاق. كان الوحيد القادر على جلب هذه الألقاب بفضل حنكته، بفضل صرامته، بفضل خبرته، وبفضل دهائه التكتيكي. واحد من المدربين الأكفاء أيضا. نعم، تتويج مستحق. محمد قدم مباراة كبيرة خاصة من الناحية التكتيكية، وشفنا اللاعبين كانوا في أماكنهم. نشوفوا يعني المباراة تاع اليوم، نشوفوا الطريقة اللي لعب بها المنتخب المغربي. يلعب كرة نظيفة، يعرف كيفاش يخرج بالكرة. نعم. طريقة اللعب شنو كيفاش، خاصة الكرات العمودية. شوف روماركي كيفاش الأهداف كيفاش تسجل. كرة القدم نظيفة. نعم. كاش فرق اندفاع بدني، يلعب كرة نظيفة صح. كونتر اتاك ولا ديماراج ديريكت اللي يلعبوا باس ولا كذا، يخرج لاطاكون وحده يماركي. نو بصح كيفاش تماركي البرومي بيت؟ هذا شغل تزعف شويه تضيق لك، باسكو مباراه باش